زي فانجلور، رئيس انديه كرويه وقنوات اعلاميه وغيره من مصادر الدخل، بناء على مصادر موثوق منها ان ثروته بتوصل ل 5 مليار دولار تقريبا. ومش بس كده كمان، لا ده من ضمن اغنى 1000 شخص حول العالم، ولو قربنا الدكه يا معلم فهتلاقيه 730 علاميه. في صور كتير قوي انتشرت الفتره الاخيره وهو ماسك ايفون 8 بلس، ده اصدار قديم يا معلم اصدرته شركه ابل عام 2017. الغريب ان هو لحد دلوقتي ماسك موبايل قديم في زمن الناس كلها بتتلافى انها تجيب احدث وافضل موبايل في العالم. ومش بس كده كمان، لا دي الصوره كمان بتوضح ان هو ماسك سماعات سلك عاديه مش ايربودز ثمنها 200 دولار ولا حاجه. الموضوع قلب ميم على السوشيال ميديا وحاجات كتير قوي. ده شخص ثروته بمليارات حرفيا، فليه وازاي يستخدم ايفون قديم؟ كومنتس كتير قوي من النوع ده غير ان في اشاعات بدات تظهر. اهمهم ان في ناس بتستخدم ايفون قديم علشان اكثر امانا او ما فيهوش تتبع بالاي اي، ودي هتفرق كتير قوي مع راجل تقيل زي ده، وده علميا مش دقيق الحقيقه. المهم ايفانجلوس هنا بيوضح لنا صوره مهمه جدا، وهي باختصار ان مش لازم يكون معاك احدث ايفون علشان تبان ناجح او مهم. الراجل ده يا جماعه فعلا بيفكر بالعقل والعملي مش بالمظاهر تماما. ايفون 7 او 8 تمام طول ما الموبايل كويس معاك وبيخدمك. طيب امتى بقى تغير موبايلك؟ اول حاجه وهي ان الجهاز بقى بطيء جدا وبدا يهنج معاك، وفي الغالب اغلب الموبايلات حاليا علشان توصل للنقطه دي فيها على الاقل 4 5 سنين من انتاجه او استخدامه. الكاميرا فعليا ما بقتش مناسبه لاحتياجاتك، تصوير شغل او محتوى زي كده. الشركات حاليا بقت مبدعه في التسويق والاعلانات من غير اي حاجه اصلا بتزود رغبتك في انك تشتري المنتج بتاعه. بس خليك فاهم يا معلم ان ده تسويق مش احتياج. الراجل ده ثروته دليل على انه لو عايز يشتري احدث موبايل في العالم هيعمل ده، ولو خد القرار ده طبعا مش هيواجهه مشاكل ماديه، ومع ذلك ما عملش كده ولا اشترى اي موبايل من الاجيال الجديده. الموبايل الغالي بيديك مميزات زياده فعليا ولكن مش ضروريه، انت في الغالب مش هتستغل اصلا 70% من قدرات اي موبايل فوق الميد رينج. ففكر بالعقل وبلاش تستسلم للاعلانات، والاهم من ده انك تعمل لايك فول علشان تشوفني تاني.